عاوزة أقول لكم بقى حاجة، لو كلته كل يوم ما ازهقش منه. عارفين ده حبيبي، وخصوصا بقى الفترة دي كلي أحلى سمك. أنهي بقى فترة إيه بالظبط؟ ال5 شهور دول، من أول شهر أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر، يناير، فبراير. ال5 شهور دول، يعني بصي المعلومة دي بقى مش عارفاها، يعني انت عارفاها ولا لأ؟ بيبقى السمك معسل جدا ومسكر جدا جدا. طول السنة بناكل سمك على فكرة، بس دول بقى كام شهر دول، لو انت كده بقى بصي بتحب السمك، زودي بقى في الفترة دي، بيبقى معسل جدا. احفظيها بقى كده، الشهور ايه اللي اخرها ر، اللي اخرها ايه حرف الر، زي اكتوبر، نوفمبر، ديسمبر، يناير، فبراير. تمام. طيب النهارده هنعمل كده بس حبة سمك حلوين كده، طريقة امهاتنا وجدتنا، الطريقة العادية اللي اتربينا عليها. تمام. بس الاول كده سمي الله وصلي على رسول الله، وتعالوا كده هقولك حاجات حلوة كده على الرز الصيادية وانتي بتعمليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنعمله بالطريقة التقليدية، هنعمل الدقة البلدي بتاعتنا اللي هو توم، فلفل، والله هو أحلى حاجة، حبة ملح، حبة كمون، وطبعا عصير ليمون وخل وحبة شطة، بيدوا طعم حلو قوي للسمك. خلي بالكوا ان في المطاعم ما بيعملوش كل ده، في المطاعم عندهم الخلطة اللي هي بتتباع عند العطار بتاعة السمك، ويرش وخلاص، ولا بيبقى ليه لا طعم ولا لون. تمام. طيب انا هنا كمان بحب اقطع السمك ده بالطول كده، لما بتكون السمكية كبيرة، كأنك بقى بتاكلي ايه، فيليه، بيبقى طعمه حلو قوي، بيدي قرمشة كده وطعم جميل، حتى لو احنا اهو بنعمله بالطريقة العادية بتاعت امهاتنا زمان. عملنا طرق المطاعم، عملنا طرق كتيرة قوي للسمك، وشويناه في البيت وشويناه في الفرن وطلع جميل جدا. بس زي ما قلت لك الطريقة دي والله جميلة جدا، ولا بقى مية ولا خلطة ولا حاجة. احنا عملنا اللي هي بتاعت المطاعم اللي بنسقطها في المية، ده هيبقى مقرمش كده لان انت هتقطعي السمكة بالطول، هيبقى زي الفيليه كده. طب تعالي بقى هتعملي رز صيادية. في المطاعم بيحطوا حبة سكر، وانا ما بحبش كده يا جماعة، علشان يدي لون. لا، انت هات البصل الاحمر، بيدي لون طبيعي، وفي نفس الوقت حمري البصل كويس قوي، طبعا زودي البصل. تمام. هيخلي لونه زي ما هتشوفي كده بعد ما نسويه. وبصي بقى اغسلي الرز وصفيه، ما تحطيش الميه، انت عاوزه لونه يبقى غامق كده وفي نفس الوقت مش محروق، انزلي بقى بالرز واقعدي شوحيه. حطي بقى حبه ملح وحبه كمون كمان. تقدري لو انت موظفة تجهزي الرز كده بتاع السمك وتعمليه بنفس الطريقة كده، بس ما تحطيش عليه المية. لو انت بقى مثلا مستعجلة وعاوزة تجهزي اكلك والكلام من ده، يا دوب بقى وكمان تبلي السمك وسيبيه، تيجي من الشغل يا دوب تحطي مية مغلية على الرز يستوي هوا وتقلي السمك. انا هنا بقول لك اهو، ما تحطيش بقى ميه لو انت عاوزه تجهزيه، لو انت موظفه مثلا جهزيه الصبح كده وشوحيه وغطيه وخلاص، يعني يا دوب تغطيه بس ما تحطيش الميه. تيجي من شغلك تكوني تغلي الميه، وتقومي الميه مغليه وتقومي تحطي على الرز وخلاص. ما تكتريش ميه على الرز علشان يبقى مفلفل، وزي ما قلت لك شوحيه كويس قوي كده. تمام اهو. عاوزه اقولك بقى، لو اول مره كده بتشوفيني واول مره بتتابعيني، اعملي لي متابعه علشان يوصل لك كل فيديوهاتي. تعالوا بقى نكمل السمك بالطريقه العاديه اللي اتربينا عليها، دقيق طبعا، وبنبتدي ان احنا نبدره كده بالدقيق. بس زي ما قلت لك كده، جربي بقى انك تعملي ايه السمك كده. انا كمان كان عندي كام واحده سمك كده زي ما انتم شايفين مقطعين، طلعتهم اهو. طيب، ناس كتير بتجيلي السمك نشيله متبل، لا، انا كان عندي كام سمكية حتى ما حطيتهمش في الفريزر، يعني في التلاجة كده بقالهم يومين، طالما متبل انا كنت هاكله، بس ايه، بنتي ما يعني ما كلتش منه فاتبقى، فهعملهم النهارده. يفضل انك انت تشيلي السمك ما تتبلهوش، لما بتشيليه متبل لحمه بيغمق. تمام. وهنقليه اهو، زي ما قلنا قبل كده، احنا كنا حطيناه في خلطة وحطينا عليه كركم ولسه منزله لكم. عملنا السمك البلطي بطرق كتيرة قوي، شويناه في البيت تحت الشواية لو انت حابة تشويه، بس ما تقشريش القشر منه. حطي فيه تتبيلة وجهزي الخلطة اللي احنا عملناها بالمية بقى قبل كده، يعني في السمك المشوي. وتعملي ايه بقى، بتحطيه تحت الشواية بقشره، ما تشيليش القشر بتاعه.
بتشغلي عليه الشواية بس بترش عليه حبة زيت كده بيتشوي بيبقى جميل. تطلعيه من فرن من تحت الشواية، ما بتشغليش عليه الفرن، وبتقومي حطاه في الخلطة يطرى وبيبقى جميل قوي. أول ما بنخلص قلية كده بنرش عليه حبة كزبرة وحبة ملح. وتعالوا بقى بص الرز الصيادية، شايفين شكله عامل ازاي؟ ولا سكر ولا أي حاجة. بس زي ما قلتلك هاتي كده البصل الأحمر، بيدي لون طبيعي كده وبيخليه مسكر وجميل. وشوحيه كويس قوي، تاكلي أحلى رز في الدنيا. وادي كده خلاص الأكلة بتاعتنا جاهزت. كلوا سمك كتير الأيام دي مسكر، نعمل حبة سلطة بقى جنبيها، وخلاص على كده. ويا رب فيديو النهاردة كده يكون عجبكم. طبعا لو عجبكم فضلا ليس أمرا ما تنسوش اللايك، وانتظرونا إن شاء الله في وصفات كتيرة، وهنعمل أسماك بطرق كتيرة قوي. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع ألف سلامة.